3 مواضع في القرآن الكريم إشارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول المسلمين أو أول من أسلم. في آية تقول لك وأمرت لأن أكون أول من أسلم، وآية تانية وأنا أول المسلمين. ده في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب السادة المفسرين قالوا إيه في الآية دي؟ قال لك إن هو أول أمته من الإسلام قبل عمر وأبو بكر. طب ما ده طبيعي، ما هو صاحب الدعوة. هو المقصود بالآية دي أول من أسلم قاطبة، يعني أول من أسلم من أول سيدنا آدم إلى يوم القيامة. طب إزاي هو قبليهم؟ معنى كلامك ده إن هو لو هو أول من أسلم يعني الأنبياء اللي قبل كده مش مسلمين؟ لا يا حبيبي، هو أول من أسلم في المرتبة والمكانة والعلو. إنما لما يذكر إبراهيم أو موسى أو عيسى يقول لك في القرآن، يعني يقول لك وجعلنا من المسلمين أو وأنا من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين، إنما يقولكش أول من أسلم. هو الأول في المرتبة. طب إزاي؟ تعال نشوف في مشهد المسجد الأقصى لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم، هو مين اللي تقدم للإمامة؟ هل تقدم خليل الرحمن سيدنا إبراهيم، ولا كليم الرحمن سيدنا موسى، ولا روح الله سيدنا عيسى، ولا سيدنا إدريس اللي اترفع مكان علي، ولا سيدنا نوح أبو البشر الثاني، ولا سيدنا آدم أبو البشر؟ اللي الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هو أول الأنبياء وأول المرسلين في المكانة والعلو. تعال نشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه في الأحاديث. يقول لك أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. أنا أول شافع وأول مشفع، بيدي لواء الحمد، آدم ومن دونه تحتي. فهو أول من أسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.